والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله السهودي من قناة فريلانس سكول. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم على ريفيو او انبوكسنج لمايك بهرينجر سي 1 يو. فيلا بينا يلا بينا. انا طلبت المايك بتاعي من موقع اوديو مصر، ده مش اعلان ليهم ولا حاجة. دخلت على الموقع ولقيت عرض للمايك بتاعي، كان عبارة عن الستاند والمايك والبوب فلتر. تمام، كان الباكت بصراحة كويسة جدا، فدي انا كنت محتاجها عشان ارفع مستوى القناة بتاعي واحسن الصوت على القناة. دي كانت مشكلة مواجهاني ومضايقاني جدا، وطول ما انا شغال في القناة كان الصوت عندي فيه مشكلة. طيب فيلا بينا نبص على المايك، يلا بينا. اول حاجة خالص الشركة بتاعة الدليفري اسمها اي جي اكسبريس. بصراحة الباكينج ما عجبنيش قوي، يعني مش حلو، مش اللي هو يعني الباكينج بصراحة ما عجبنيش. فتيجي يلا نفتح الحاجة مع بعض. برضو الباكينج بتاع الدليفري مش قد كده. المفروض انا كنت متوقع انها تكون في كرتونة مثلا وشكلها شيك، بس لا. الستاند بس هو اللي في كرتونة. طيب نبدأ بالمايك. متحمس جدا بصراحة، يعني البتاع اللي بالطقطقة دي حلوة جدا، هطقطق منها كتير. طيب ماشي. ده المايك بهرينجر سي 1 يو. ان شاء الله يكون لطيف كده بإذن الله. نفتح المايك مع بعض. ده المايك بتاعنا. الحمد لله اني اشتريت المايك ده، ان شاء الله يرفع من اداء القناة. طلعت المايك من هنا من فوق، وتحت هنا في السلك. هو جاي بكيبل يو اس بي بتوصل باللابتوب والمايك. ودي البتاع كده في حاجة كده زي البلاستيكية، ولكن هي ميتال ما شاء الله، ميتال بيركب فيها المايك. دي حاجات كده مش عارف دي بتاعت ايه بصراحة. هنا في الكتاب او الكتيب الخاص بالمايك. تيجي نبص عليه كده. ما اعتقدش ان حد بيستخدمه يعني او بيبص عليه، ولكن احنا بنعمل انبوكسنج مع بعض. في هنا ستيكر بهرينجر، وده الكتيب. في كذا لغة بس ما فيهوش عربي خالص، فخلاص فكك منه. ده تقريبا بيحافظوا على الحاجات دي، بيقول لك ما تاكلش الحاجات دي، فدي جيبها اول ما تشوفها كده ارميها. هنجرب الصوت بتاعه في الاخر ان شاء الله. تاني حاجة معايا البوب فلتر. البوب فلتر دي بتنقي الصوت. لو انت مثلا بتتكلم في المايك، دايركت كده، تمام، ففي هوا بيطلع منك، فالبوب فلتر بيعمل فلتر للهوا ده بتاعك، بحيث ان الصوت يكون نقي وواصل لأداء عالي. احنا بنفك الحاجة دي مع بعض. الباكينج بصراحة سيء جدا بصراحة، يعني ما عجبنيش خالص الباكينج سيء جدا. ده بوب فلتر. هو ده اهو. بصراحة
هو ميتال بصراحة كده وحاجة شياكة وحاجة حلوة قوي، بس دي بلاستيك دي، ودي ميتال، ودي كمان ميتال، حاجة حلوة. والمايك كمان الخامة بتاعته ميتال، بصراحة حاجة جامدة جدا. وفي الستاند بتاع المايك، ده الستاند بتاع المايك. هم عاملينه بلزقة كده، مش عارف ليه. المهم احنا هنشيل كده. هنا الستاند ده فيه حاجة كده، هنطلع واحدة واحدة مع بعض وهنشوف كل حاجة. اوبا، ودي هنا حاجة تاني، مفيش حاجة تاني. نشوف الواقع ده. طيب، هو الواقع ده اللي بيشيل المايك، فطبعا احنا ده هنستغنى عنه عشان احنا معانا بتاعة المايك نفسها، فدي احنا دي مش عايزينها، خليها دي، خلي دي على جنب. وده المعلم بتاع اللي بيربط في الترابيزة او المكتب، تمام. هو المسمار ده ايه وظيفته؟ مش عارف المسمار ده وظيفته ايه بصراحة يعني. هو كده تمام يعني. المفروض بربط هنا في المكتب، احط السيكنس بتاع المكتب هنا واربط، انما ده مش عارف وظيفته ايه، هنشوف. ممكن كده. حاجة بصراحة حلوة قوي. تقريبا كده ده هيركب هنا مثلا. بص يا سيدي، ده هيركب هنا، تمام. والمسمار ده المفروض هيخش هنا ويربط عليه مثلا، ولا ايه بالظبط؟ ايوه، المفروض يا سيدي المسمار ده هيربط هنا في الحتة دي، تمام، بحيث اني لما ادخل الستاند فيه يربط على ده، ادخل هنا كده اهو واربط، كده هو ربط عليه. دخله كويس واربط هنا كويس، كده هو ربط عليه، تمام. يبقى الاتنين بقوا قطعة واحدة. طيب، انا كده ركبتها عندي، وهركب البوب فلتر فيها. هركب البوب فلتر هنا في اي مكان بقى، او خلينا نركب المايك الاول. خلينا نركب المايك. دي هتركب هنا في دي، ننزلها كده شوية. وهركب في الاخر خالص البوب فلتر. مفروض بفك دي شوية، هركبها هنا بس. المفروض اتكلم من المايك هنا، المفروض اتكلم من المايك كده. يلا بينا نسمع صوت المايك. وده كده صوت المايك بتاعنا، فيا رب يكون الصوت حلو جدا. عايزكم بقى تعملوا لي سبسكرايب كده وتدلعوني، عشان الفيديوهات اللي جايه هتكون جامده جدا 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 جدا. فما تنسوش تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والكومنت. هسيب الرابط بتاع الموقع اللي انا اشتريت منه، هو موقع اوديو مصر، فان شاء الله تشتروا منه لو عجبكم المايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.